يا لهوي بجد على اللي حصل. علشان تفهموا الحكاية لازم تسمعوها من الأول. وعلى فكرة، اللي حصل في الآخر بجد أنا لحد دلوقتي مش قادرة أتخيل إنه حصل، ولما تعرفوه هتتصدموا. أعرفكم بيا الأول. أنا هناء، عندي دلوقتي 26 سنة. اتخرجت من الكلية من 4 سنين. أنا أساساً خريجة كلية تجارة، وما اكدبش عليكم، ما كانتش دي الكلية اللي بحلم بيها طبعاً، بس دي كلية التنسيق. أنا كان نفسي أبقى صيدلانية، بس أنا ما كانش ليا خلق على المذاكرة قوي. يا دوبك كنت بذاكر كام ساعة وأزهق أقوم أعمل أي حاجة. ده في الثانوي. والصراحة ما اكدبش عليكم، أنا من ثانوي وأنا بحب أصلا. كان هو مخلص دبلوم وأنا كنت في ثانوي، بس كان إيه، شاب كله هيموت عليه، وخليته يحفي لحد ما رضيت أكلمه. يعني ما كنتش بنت سهلة أبدا. وفضلت معاه 2 سنين بس. بعدين حسيت إنه مش هينفعني. بصراحة مصطفى طيشة ده كان اسمه. هو كان واخدها بالدراع والفتوة وعامل فيها ياما هنا ياما هناك، ومن العيال اللي شبه قوي جو أفلام السرسجية والعيال الشبيحة وكده. وأنا كنت بحلم إني أبقى صيدلانية، والصراحة خليته مركون على الرف. لو خابت معايا كنت هاخده وهو معاه، محدش يقدر يرفع عينه فيا ولا يقدر يتكلم معايا، وحماية. وإن كان عليه هو فهو مقدور عليه قوي. ولما شفت خيبتي في النتيجة برضو كنت محتارة أكمل مع طيشة ولا سيبه. بس لما شفت الولاد في الكلية ما ترددتش أبدا. وعدت سنة أولى وأنا لسه بفهم بس النمر اللي دارت في الكلية، لأنها كتير قوي، والشباب اللي علمت على كل الدفعة اللي قبلي وأقنعت نص بنات الكلية إنهم دايبين فيهم. كانوا مستنين دفعتي بفارغ الصبر علشان يلاقوا بنات ما تعرفش ماضيهم الوسخ، وأنا كنت قارية الصراحة تصرفاتهم وفاهمة كل واحد عايز إيه. حتى البنات اللي كانت بتسيب نفسها على أمل إنها تشبك واحد، واللي كانت بتمثل خضرة الشريفة. وشفت كتير وكنت فاهمة الكل بصراحة. ومش بس فاهماهم، لأ، كنت عارفة كل واحد كمان هيتصرف إزاي وهيعمل إيه، وكنت بتوقع تصرفاتهم وكان بيطلع صح. وطبعا اتعرفت على كام بنت وبقينا بننم كل شوية على فضايح الكلية أصلا، وأنا أتوقع وهم يتوقعوا، ونقول البنت دي هيتجاب رجلها من فلان، وهكذا. وده الطريقة اللي عديت بيها أولى كلية. أما تانية كنت زهقت، قلت حبيت فيها 4 شباب زي الورد. شفتوا بقى الراضي للطري حرفياً، اللي بيبكي علشان مش برد عليه، واللي عنده استعداد يعمل أي حاجة علشان ممشيش، والبجح البارد، واللي فاكر نفسه فالنتينو وهو أصلاً دمه تقيل. وعدت سنة تانية، وطبعاً تالتة كانت شبه تانية مش مختلفة كتير، بس العدد كبر شوية، ومكسوفة أقول لكم حبيت كام. بس رابعة لأ بقى. الحمد لله ربنا هداني، وكانت سنة مهمة قوي، لأني كنت عارفة إن السنة دي فرصة إني أتجوز جوازة عدلة. رفعت البنطلون اللي كان نازل، ولبست واسع، ولبست طرحتي، وبقيت أميرة بحجابي على الفيسبوك، ومشيت عدل الحمد لله قدام الناس بس. لكن مع البنات طبعا النميمة ما ينفعش أبطلها، ربنا ما يقطع لكم عادة الصراحة. والحمد لله قابلت العريس المنتظر، محمود أو المعيد محمود، شاب صعيدي جميل أبيض يا ورد. الصراحة ما كانش صعب عليا إني ألعب عليه وأجيبه وكمان أتجوزه. أنا صريحة معاكم أهو، هو كان وجهة وأمان مادي بالنسبة لي، بس ما كنتش حاسة إني قادرة أحبه، حاساه مدلوق عليا قوي. أنا اللي ماسكاه من زمارة رقبته طول الوقت. كنت بحس إنه عايز ست والسلام. إحنا قعدنا في وش بعض 6 شهور، وجات له منحة لدراسة الشغل بره، وأنا حسيت إنه ده حصل نجدة ليا. شجعته يسافر وكنت بزقه على السفر حرفياً علشان أخلص منه. والحمد لله إنه سافر مع ألف سلامة، واشتغل هناك وابتدى يكمل دراسته، وكان بينا تليفون كل يوم، وطبعاً بيبعت الفلوس اللي أنا عايزاها، وأضحك له ضحكتين أو أقول كلمتين لا مؤاخذة شفتشي، علشان أحافظ على إنه يكون شغوف بيا ومش ناسيني، وأضمن إنه مش هيقدر يفكر يخون. وكبرت دماغي من محمود وعشت حياتي. بصراحة ما اكدبش عليكم، رجعت أكلم تيشا وكذا حد تاني يعني، وتقدروا تقولوا ابتديت أدور فيهم على زوج أحبه. ما أنا خلاص جبت الزوج اللي يصرف عليا، فاضلي اللي أحبه. بصيت فيهم كلهم، بس ولا واحد منهم حسيت إنه قادر يخليني أحس بيه. وفي مرة كنت عند أختي عبير اللي أكبر مني بكام سنة، ومتجوزة من زمان عادل،
وكنت قاعدة براحتي شوية بفستان كاشف لحد ركبتي وحاطة رجل على رجل، وأنا رجليا ملفتة لوحدها وقاعدة لا مؤاخذة مش كويسة. ودخل عادل، بس لفت نظري إنه ملتفتش ليا أصلاً، وكلم أختي عادي ولا كأني موجودة. بصراحة ده أول راجل ما يبصش عليا، كنت هتجنن منه. أنا أجمل من أختي على فكرة، بس فعلاً عادل ده غريب، إنسان مش زي كل اللي عرفتهم، راجل عمري ما حسيت إنه عينيه زايغة. بس قلت في نفسي يمكن لأنه ملقاش اللي يخلي عينيه تزوغ، وقررت إني هبات عندهم اليوم ده، وكان يوم الخميس. وطبعا أنا عارفة إنه زي كل الرجالة يوم الخميس مهم بالنسبة له، بس الغريب إنه قال لأختي بصوت واضح تنور البيت بيتها، أنا هسيب لكم الأوضة وهطلع أنام برا. وكان هادي وعادي، مش متعصب ومش متضايق إني هضيع عليهم يوم زي ده. وأنا قلت يبقى محتاج إني أحفزه أكتر شوية، وفضلت أحكي مع أختي وبعدين قلت لها ما تيجي نطلع نقعد مع عادل برا. وكنت لابسة قميص نوم وفوقه روب، وهي قالت لي بسلامة نية تعالي أهو نسلي شوية. وأنا طلعت وقعدت على الكنبة يعتبر قصاده، وكنت قصد هعمل حركات برجليا وبالهدوم علشان حاجات تظهر مني، بس الغريبة إنه ما ادانيش أي اهتمام، وده جنني بجد وخلاني مش عارفة، مش طايقة نفسي. وقلت لأختي إني عايزة أنام، فهي جت معايا وسبناه. ولما دخلنا قعدت على السرير وعملت نفسي نايمة لحد ما أختي نامت، وقمت من السرير براحة ودخلت الحمام وقلعت خالص. وطلعت من الحمام وأنا زي ما أمي ولدتني، وعديت على الصالة اللي هو فيها وما كانش نايم. والغريبة إنه مرتبكش ولا قال لي أي جملة، وكان بيتفرج على التلفزيون كمل عادي. أنا شوية تاني كنت هتشقلب قدامه علشان يبصلي، بس ولا الهوا. لحد ما وقفت قدام الشاشة ما كنت زهقت منه. قام في خطوات ثابتة جدا وهو بيبص لوشي، وكان في إيده الكوفرتة، وغطاني وقال لي أنتي أخت مراتي، وحتى ولو كنتي غريبة ما أقدرش إنك تأمنيني وتقعدي في بيتي وأخون أنا الأمانة. حتى ولو أنتي شيطانك لعب بيكي وصورلك إنه ممكن، أنا ما أقدرش. وباس راسي وقال لي سامحيني. قلت له هو أنا مش عاجبني كست؟ قال لي هو الست جسم بس؟ لو مش عجباني صدقني ما كنتش هحترمك، وكنت بصيت على جسمك وكنت عملتك زي ما انتي عايزة تتعاملي، لكن لأني بحترمك جدا فأنا ما عملتش كده. ويأكد لك إني معجب بيكي جدا كست، وست الستات كمان. الراجل الصح مش هو اللي يستغل فرصة ضعف ولا يجري ورا غريزته طول الوقت، لكن الصح إنه يقدر يخليها تبقى في حضنه حاسة بضعفها ومستقوية بيه، لمسته ليها تخليها تحس بحلاوتها، ونفسه عليها أمان. لكن الراجل اللي تسوقيه بسبب غريزته قبل ما انتي تدمريه هيدمرك كست، أو مش هيخليكي أصلاً ست. عايزة تكوني ست صح، حبي راجل يقدرك كلك مش جسمك بس، وسيبك من اللي يقولك التقدير للروح والنفس والجسم. لأ، الراجل الصح بيشوفك كلك جسم ونفس وروح، وعلشان كده بيعرف يتعامل معاكي صح. والراجل الغلط يا هيدوس عليكي يا هتدوسي عليه، وفي الحالتين مش هتعرفي انتي نفسك يعني ايه حلاوة تبقي ست. فهمتيني يا ست الستات؟ وده اللي حصل يوم الخميس مع جوز أختي، بعد ما اللي كان جوزي سافر، لأني ما قدرتش لا أكمل في العلاقات اللي كنت فيها ولا قدرت إني أكمل مع اللي اتجوزته، وسبت الفلوس والهم ده وبقيت بدور على راجل أقدر معاه أكون ست وأعرف يعني إيه ست معاه. وكل خميس بيعدي بفتكر كلام جوز أختي وبحسدها عليه، لأنها عرفت تختار صح، راجل بجد مش واحد ورا أي حاجة تبان يجري. وكده خلصت الحكاية. لو عجبتكم بلا تنسوا اللايك وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وطبعا ما تنسوش الاشتراك في القناة.